مش عارف ازعبل اعمل ايه. مالك يا سمير يا اخويا؟ قول لي، فضفض معايا، احكي لي. معايا قرشين وعايز استثمرهم، بس مش عارف فين وازاي. وهي دي عايزه كلام؟ مش كنت تقول لي وانا اساعدك؟ الله، الناس لبعضيها يا ابو سمره. طب اعمل ايه؟ رسيني يا زعبله، نورني كده. بص يا سيدي، سيبك من جو البنوك والفوايد، مش هتعمل معاك فلوس. امال اعمل ايه؟ افتح محل؟ لا طبعا، تفضل تقعد تحسب ايه البضاعة اللي دخلت واللي خرجت وتدخل نفسك في دوامات ملهاش لازمة. طب بلاش، افتح مطعم. الاكل انجح مشروع في مصر. ده كان زمان مش دلوقتي. ثم انت شكلك ما بياكلش على عربية كبدة ولا فول كده. يا عم انت غلبتني. طب اعمل ايه؟ بص يا سيدي، انت هتخطف رجلك وتروح على البورصة اللي في وسط البلد دي عارفها، اللي بيقعد عليها النشطاء والشباب بتوع الثورة. لا لا، دي القهوة، أنا قصدي البورصة اللي بجد، اللي كلها شاشات وناس بتتكلم في التليفون. اها، البورصة عرفتها، بس هروح هناك اعمل ايه؟ تدخل بس انت برجلك اليمين وتفتح حساب كده وانت بتسمي بسم الله. تمام، فتحنا الحساب وبعدين؟ كده انت بقيت مضارب في البورصة يا سمير، مبروك. مبروك على ايه؟ بقيت مضارب وبعدين فين الاستثمار؟ ما هو ده الاستثمار الجديد، تضارب في البورصة وتفتح اللابتوب بتاعك وتتابع حركة الأسهم، تعلى انت تبيع، الأسهم تنزل انت تشتري وتكسب يا معلم. بس كده؟ هي دي شغلتي في البورصة؟ طب اشتري ايه ولا ابيع ايه؟ اشتري اي سهم سعره في العالي وبيعلى وبيعه بعد شوية لما يعلى ويعمل معاك فرق. بس ده مش استثمار، ده انا عايز اعمل حاجة تفيد البلد وابقى استثمرت فلوسي فيها. انت مش بتتابع الاخبار؟ ايوه. مش بتقرا الجرائد؟ كل يوم. ليه؟ دايما اهم خبر الصبح ايه؟ البورصة كسبت، البورصة خسرت، البورصة تواصل الصعود. وايه علاقة ده بموضوعي انا؟ ما هي البورصة مش محتاجة علام ولا مفهومية، محتاجة فهلوة وفقاقة، وانت شاطر وهتتعلم بسرعة. طب ما تديني شوية ارشادات، يعني شكلك كده انك فاهم فيها. اول هام تصحى بدري وتبيع مع اللي بيبيعوا وتشتري مع اللي بيشتروا. المهم انك تكون حويط، ولو خسرت ما ترجعش تقول زعبولة اللي قال لي. انت ضربت في البورصة قبل كده؟ ولا عديت من هناك اصلا. الله، امال واكل دماغي من الصبح نصايح ليه؟ مش انت سألتني؟ وطالما سألتني لازم اجاوبك. مش صحاب يا اخي؟ تجاوبني بمعلومة صح، بنصيحة جد، مش تفتي عليا. لا 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 لا، انا مش فتاي خالص. هو منين بيودي على فين يا اخ؟ بص يا سيدي، هتمشي طوالي طوالي لآخر الشارع ده، هتلاقي ميدان فيه صينية، هتلف معاه، تلف مع الصينية كلها، بعدها تدخل أول شارع يمين، في شمال في يمين هتلاقي محل موبايلات كروته مضروبة، مالكش دعوة بيها. بعد أول ناصية، لا تاني ناصية، لا تالت ناصية، تدخل شمال في يمين، تكمل للآخر، إن شاء الله هتوصل. ربنا يخليك. هو انت من المنطقة هنا؟ لا بس بعدي من هنا كتير. اتكل على الله، مع السلامة. ايه اللي انت عملته ده؟ راجل غريب ومش من هنا، اسيبه يتوه يعني؟ لازم اساعده. وهو انت كده ساعدته؟ انت كده توهته بزيادة. ازاي بس؟ انا وصفت له اقرب مكان للحتة اللي هو عاوزها. وبعدين ايه اللي هيحصل له؟ هيقف هناك ويسأل اي حد معدي ويكمل بقى براحته. وفيها ايه لو قلت معرفش، انا مش من هنا من الاول؟ ازاي اقول له معرفش؟ الله، عيب، ده راجل غريب. العيب انك تقعد تفتي في اللي ما تعرفوش، العيب انك توصف طريق عمرك ما مشيت فيه. احنا المصريين بنحب نخدم. بناقص الخدمة اللي من غير علم، الخدمة اللي ما فيهاش معرفة، الخدمة اللي تجيب ورا مش تمشي لقدام. طب ما نجيب ورا كده احسن، العربية دي هتخبطنا، حاسس كده انها كبسة علينا. هو مين اللي سايق، انا ولا انت؟ انت. يبقى تسكت خالص، تسكت كده لحد ما تنزل، ما اسمعش صوتك، اوكي؟